السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا سيدي، بخصوص الشتاء اللي بالفعل بدأ وتكملة الكلام السابق عن الكرياتين، كنت اتكلمت قبل كده عنه في فيديوهات سابقة. ينفع اخد كرياتين في الشتاء؟ ينفع عادي جدا. هتقول لي بس انا ما بقدرش اشرب كمية المية اللي بشربها في الصيف. هقول لك في الصيف انت بتشرب المية اساسا عشان تهدي من درجة حرارة جسمك، تمام، بسبب المية اللي انت بتفقدها على هيئة العرق. انما في الشتاء انت مش محتاج تلطف درجة حرارة جسمك نهائي، فما انتش محتاج كمية المية اللي انت بتشربها في الصيف. هتقول لي بس انا ممكن يحصل لي مشكلة في الكلى وانا خايف من كده. انا عايز اقولك على حاجة، ان جسمك ما بيحصلوش مشكلة بشكل لحظي. بمعنى ان انا لو ما شربتش ال3-4 لتر في مية اللي بشربهم كل يوم هيحصل لي مشكلة في الكلى. عايز اقول لك معلومة تانية، الاكل والشرب اللي انت بتاكلهم وبتشربهم بيدخلوا لك مية تلقائيا كل يوم. يعني انت بتشرب مية من غير ما تحس. طبعا ده ما يغنكش عن شرب المية اللي انت محتاجها اساسا. خلاصة الكلام ان شرب الكرياتين في الشتاء ما بيضرش نهائي. في حاجة تانية كمان كويسة جدا حابك تعرفها، ان المشروبات الدافية والاكل اللي انت بتاكله هيدوك فوق احتياجك من المية اللي انت محتاجها. بس يا سيدي، اسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة.